صباح الخير. حابة اليوم أحكي لكم عن دراستي الأخيرة، الفن الرقمي تحت الاحتلال والإبادة مع صدى سوشيال، واللي قمت فيها بتحليل مجموعة من المبادرات الفنية الرقمية مثل آرت زون فلسطين، بنا لغزة، Visualizing Palestine، أفلام المسافة صفر. وحللت قديش كان أثرها والتحديات اللي واجهوها وتوصيات لتطوير هذه المبادرات القيمة فعلا. وقابلت مجموعة من الفنانين الرقميين خاصة من غزة، وتحدثنا بأسئلة معمقة عن هذا الفن وكل ما واجهوه من تجربتهم، وكيف حولوا الفن الرقمي الفلسطيني من أداة إبداع إلى وسيلة بقاء. فهو ذاكرة فعلا لا يمكن محوها ولا يستهان بأثرها وأهميتها وأهمية هذه المبادرات اللي وثقتها بأنها صنعت أرشيف رقمي، وأصبحت الشاشة هي مساحة للمقاومة فعلا. فعلا شكل الفن الرقمي الفلسطيني أرشيف حي للإبادة وسردية مضادة للمحو ولكل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي ضد تراثنا وتاريخنا وإرثنا. نعم، هو لم يعد خيار جمالي بل ضرورة ملحة. من أهم التوصيات كانت أنه هو خيار استراتيجي، وهو أرشيف رقمي منظم لا يستهان به، وأهمية تمكين الفنانين رقميا لأنه بيعيشوا ظروف أحيانا لا يستطيعون أن يجدوا هذه الريشة ليطلقوا فنهم وإبداعهم. أيضا نحن بحاجة لدعم المبادرات الرقمية الفردية وتعزيز الشراكات العابرة للحدود. ولقد استطاعت هذه المبادرات وهؤلاء الفنانين الأفراد أن يصلوا إلى أروقة المهرجانات والندوات والفعاليات الفنية العالمية، وهذا مؤشر إنه إحنا قديش لازم نهتم بهذا الفن. شكراً.